الكسندر امير عادل، اللاعب المصري اللي كان شبه رونالدينهو. فين دلوقتي؟ في لاعب مصري اتولد في الدنمارك اسمه الكسندر امير عادل، موهوب جدا وامكانياته خطيره، والدريبل بتاعه تحس انك بتلعب بيس، ومراوغ ممتاز جدا، لعيب كره خماسي يعني. بدأ في الدنمارك وانتقل لاندهوفن الهولندي، لعب في قطاعات الناشئين، وانتقل بعدها للدوري السويدي، وده كله محدش كان عارف عنه حاجه تقريبا، محدش مهتم يعني، علشان في 2020 الزمالك ياخد باله من اللاعب، وكان قريب جدا من التعاقد معاه، ولكن الصفقه تفشل. بس اللاعب كمل في الدوري المصري وانتقل لوادي دجله. بعد ما انضم كان حرفيا بيرقص اي حد في الدوري المصري، بس مش ايجابي، ورحل بعد 15 مباراه سجل فيهم هدف وحيد فقط. بعدها انتقل لسموحه 9 مباريات ما سجلش ولا صنع، وبرضه رحل عن النادي علشان ينتقل بعدها للدوري الجورجي عن طريق نادي دينامو باتوني. 24 مباراه سجل 4 اهداف، والدنيا ما كانتش ماشيه برضه. بعدها انتقل للدوري الكازاخستاني، مش عارف ايه الدوريات دي. المهم انتقل لنادي اسمه جينس ستانا، وبرضه التجربه كانت فاشله، وانتقل بعدها لنادي فالفك الهولندي اللي كان بيلعب في الدوري الممتاز وقتها، ولكن مع امير عادل نزل لدوري الدرجه الثانيه، وحاليا هو لاعب حر وعنده 31 سنه فقط. امير عادل يمكن يكون حريف جدا بس مش ايجابي، ودي الحاجه اللي ما قدرش يتعلمها من صغره، لان ارقامه فعلا ضعيفه جدا، لانه كامكانيات هين، بس يلعب فري ستايل او حتى كره صالات، لانه مش ايجابي تماما. عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي.